السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم من جديد. اغلبية ديال الناس ما كيعرفوش الفرق ما بين الماكينة العادية والماكينة الاوتوماتيك. في هذا الفيديو غادي نشرح لك الفرق وشنو احسن اختيار بالنسبة ليك الا كنتي محتار انك تشري وحدة. فبعجالة غادي نهضروا على 3 نقاط اساسية باش تعرف الفرق، وفي الاخر القرار كيرجع لك. اول شيء الصابون والماء. الماكينة العادية كتقبل اي نوع ديال الصابون، يعني ما يهمش الثمن، تقدر تلقى ثمن رخيص. ومن ناحية الماء فهي تقدر تعمر الماء في الاول وتقدر تصبن به اكثر من مرة، يعني اقتصادية من هذه الناحية. اما الاوتوماتيك فراه ضروري من صابون خاص والثمن ديالو غالي شويه مقارنه بالعاديه. واما من ناحيه الماء فراه كتحتاج الضغط ديال الماء يكون عالي شويه باش ما تعطيكش اخطاء في النظام. النقطه الثانيه اللي غنهضروا عليها اليوم الجهد مقابل الوقت ديالك. بالنسبه للماكينه العاديه خاصك تبقى حاضي معها، ملي تسالي تصبين خاصك تشلل بيدك وتهز الحوايج المنشفه بيدك، هي كتصبن وانت كدير السبور معها. اما الاوتوماتيك فهي كدير هادشي كامل بوحدها، حط الحوايج ديالك وسير تسارى مع راسك. ملي كتصبن وتنشف وتسالي تيكون عندها جرس الانذار باش تعلمك تجي تهز حوايجك وفيهم ريحه زوينه، طلع ونشر مع راسك. النقطه الاخيره هي العمر ديال كل وحده. بالنسبه للماكينه العاديه فراه المكونات ديالها سهله، والا خسرات اي معلم وقفتي عنده راه يصلحها لك وبثمن منخفض شويه. اما الاوتوماتيك فراه فيها الكارطمير كتخدم بنظام، يعني ما يقدرش اي واحد يصلحها، والاصلاح تيكون مكلف شويه. بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم الاوتوماتيك كتقطع الحوايج او عندها اضرار كثيره، والعكس راه هو الصحيح. الاوتوماتيك فيها برامج ذكيه كتحافظ على الثوب باش يدوم اكثر مده، بينما العاديه فيها فرفاره تقدر تيري لك الخيط ديال الحوايج ديالك الا كانت الماكينه عامره بزاف. الخلاصه لهذا الشيء كامل، الا عندك ميزانيه محدوده وكتصبر للتماره خليك في العاديه. اما الا باغي تشري الراحه ديالك والوقت ديالك فراه توكل على الله وشري الاوتوماتيك. ولكن نصيحه مهمه، اختار الماركه اللي البياس ديالها موجود باش في الاخر ما تحصلش. واحد السر اللي قليل الناس كيعرفوا، الماكينه العاديه واخا كتعذبك راها صباره على الصدى والماء الا كانت محطوطه في بلاصه فازقه، بحال في الاغلبيه ديال الناس اللي كيسكنوا في السكن الاقتصادي وعندهم مساحه ضيقه شويه في الدار. عكس الاوتوماتيك اللي خصها بلاصه ناشفه، فراه في 100% غتاكل ليك لمده عامين الا كانت في بلاصه فازقه. وراه هادشي اللي قلنا كامل راه باش تستهلك وبلا ما تهلك. قبل ما تمشي قول لي شحال الميزانيه ديالك وننصحك بالماركه اللي تليق ليك. وما تنساش الراحه راه عندها ثمن والثمره راه عندها اجر. وعاوتاني راه هادشي كامل اللي قلنا راه باش تستهلك وبلا ما تهلك.